وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي بوابة مسقط. أستاذ عماد، كبداية للحلقة يا ريت تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين على حضرتك أكثر، يعني وين ولدت، كيف نشأت، وخاصة كيف كانت البدايات معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بداياتي نشأت في منطقة سيب في مسقط. فبدينا في البدايات. أنا كنت أدرس في جامعة الخليج في الفترة الماضية، ودرست في عدة كليات، كلية ولقات هذه للعلوم التطبيقية. وبعدها احنا مارسنا هذه المهنة، توارثناها من الأجداد. أول شيء توارثناها من الآباء والأجداد، يعني آبائنا وارثوها هذه المهنة من الأجداد، وبعد نفس الشيء الأجداد كانوا وارثينها من من الأجداد الثانيين. فهذه المهنة احنا كبداية واجهنا كثير من الصعوبات، كونها احنا اول ما بدينا بلشنا يمكن العمل فيها كان عندنا طبخة واحدة كمرقل، نسمي احنا مرقل الحلوى، طبخة واحدة. فالحين الحمد لله رب العالمين على مرور هذه السنين الحين صار عندنا يمكن فوق 150 طبخة ما شاء الله. في تطور، يعني تطورنا المشروع على أكمل وجه. الأستاذ عماد، لو تتكرم وتوضح للسادة المشاهدين على أنواع الأطباق التي تقدمها. في الحقيقة عندنا عدة أطباق من الحلوى العمانية، خاصة إذا نحن نتطرق عن الأطباق القديمة، نتكلم عن التاريخ القديم. قديما كان عندنا طبقين الحلوى نقدمها، هي الحلوى السلطانية، سابقا تسمى بالحلوى السلطانية وتعمل بالجوز. لكن في الوقت الحالي عندنا عدة أنواع، تقريبا عندنا عدة أنواع، من نوعين إلى 10 أنواع صارت من الحلوى العمانية. فتتميز حاليا الحلوى اللي طورناها، ضفنا عليها حلوى باللبان، وفي حلوى ضفنا عليها حلوى بالتين، وفي حلوى بالعسل. وتعتبر الحلوى بالعسل هي الحلوى الإطلاقة الجديدة أو الشيء الجديد في السوق العماني في هذا الوقت الحالي، وتعتبر من أفضل وأجود الحلوى العمانية. طيب الأستاذ عماد، لو توضح أيضا للسادة المشاهدين على التخطيط أو الطريق الذي سلكته للوصول إلى قمة هذا النجاح والإنجازات وتحقيق كل هذه الإنجازات الخارقة. بصراحة في البداية واجهنا عدة صعوبات في أن نتقدم في المشروع. سابقا كان عندنا محل صغير في سوق السيب، تقريبا ما يقارب 7 سنوات أو 8 سنوات يعني نشتغل عليه لين ما بدأنا. يعني كان هو هذا المحل يعتبر كقاعدة أو إطلاقة جديدة أن نطلع شوية شوية نوسع المشروع. فهذا في البداية بدينا على محل صغير، ولين وسعنا المشروع لين ما وصل الحين معانا 27 فرع في جميع أنحاء السلطنة وولايات السلطنة. ما شاء الله. تقريبا ما هي الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها؟ إن شاء الله ناويين في المستقبل أن نتوسع، وحاليا نحن توسعنا في بعض دول الخليج مثل قطر والإمارات. ما شاء الله. وإن شاء الله ناويين نطلع حتى برا الحين. يعني الحمد لله رب العالمين بفضل من الله سبحانه وتعالى الحلوى العمانية صار صداها واسع كبير، يعني وصل إلى أوروبا، وصل إلى أستراليا، إلى الصين. صاروا الناس خلاص، يعني الحين وصلت الحلوى العمانية إلى يعني أبعد حدود. وطبعا الحلوى العمانية تعتبر رمز، يعني من رموز الضيافة في البيت العماني، ما بس في البيت العماني حتى في البيت الخليجي الحين صارت، خاصة بالمناسبات يعني الأعياد إذا تحدثنا عن المناسبات هذا يعني كلام خاص، يعني خاصة يعني نتكلم في هذه الفترة تكون لازم في كل بيت عماني، في كل منزل لازم تكون واجدة الحلوى العمانية، لأن الحلوى العمانية هي تكون أساس يعني الطبق الأساسي في تقديم الضيافة. الأستاذ عماد، بما أنك صاحب خبرة وصاحب كل هذه الإنجازات الخارقة، بماذا يمكن أن تفيد الشباب العماني؟ أو بالأحرى ما هي النصائح التي تقدمها للشباب العماني لمواصلة طريق التطور والازدهار؟ والله في البداية أنصح جميع الشباب أن يجتهدوا، لأن الاجتهاد هو الطريق الوحيد إلى النجاح.
وثاني شيء الصبر. الأستاذ عماد، من المعروف والسائد أن السلطنة تنعم بالأمن والأمان والرخاء. ما هي الرسالة التي تود أن تبلغها إلى الشعب العماني وخاصة الأجيال القادمة لضمان المحافظة على هذه المكتسبات الوطنية وعلى هذه النعمة التي حظيتم بها على المستوى الخليجي والعربي؟ الحمد لله رب العالمين. كما هو معروف أن سلطنة عمان تنعم بالأمن والازدهار، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ونشكر المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على الجهود المبذولة في بناء الوطن، ونشكر الجهات المختصة من شرطة عمان السلطانية وجميع الجهات المختصة. وفي ختام الحلقة نجدد الترحيب بضيفنا الكريم عماد سعود الصابري، ونتقدم إليه بجزيل الشكر على حسن الضيافة وعلى المعلومات القيمة التي قدمها لنا اليوم في برنامجنا بوابة مسقط. يحفظك يا بلاد العز يا عمان، ويحفظ لنا السلطان يا رب آمين.